بالمغربي خاص اتصال الصحبي. البنية موجودة باللايف، يقول لك اللي يحكي شاهدة وياه. هاجر كتب رقم 1 على مود العالم تعرف كلامي. طلعت هاجر من اللايف. خلص لعد من ترجع هاجر لللايف نكمل القصة. قلت هاجر ما قلت حامد. حامد ليش كتبت رقم 1؟ تهاجر. كنا هاجر شباب 25 واحد يحلف والله العظيم صدق على مود نطب جروب كامل ما طب وحدي. نورت تاج الراس الكعبي بطل هايدلبرغ. شباب الكعبي كانوا وياي بمسابقة الراشديات انا والروسي. الكعبي اللي قلت لكم عليه ابو هايدلبرغ موجود باللايف. مسابقة انا والروسي مال الراشديات. الحاصل نرجع سالفة الروماني. هذا الكعبي شباب باعوا له تاج الراس. اتصلت على هاجر برج 11 وربع. سمع صوتها مقلوب شتوي تسوي الو. هي من النوع اللي صوتها بيبحها. قلت لها ليش تسوين هيك صوتك؟ قلت لها انا مو من هذا النوع يعني جانب العاطفه وحده تحكي بصوت ناعم وهاي على مود اخذ اثير انتباهي. تفضلي شنو المطلب من عندي؟ قالت انا لا اقول لك اريد علاقه ولا حب. قلت لها عشتردين. قالت تعال دق علي الباب. قالت اريدك تدق علي الباب ابو شاهين. شباب هنا بالمانيا عادي تنفر يعني لا تحطها عليه نقطه. لان هنا باوروبا هو الالماني ينفر يقول لك طلع السموم من جسمك. مو يختل ورا الباب وينفر عادي عندنا يعني. العايشين باوروبا يعرفون الجاي يسولف. عايشين باوروبا يعرفون الجاي يسولف. يا محمد عيني محمد. الله ابو جاسم وبجفينيش تتعمد يا ابو جاسم. لك يا محمد خاف من الله يا محمد مو هذا الله عين محمد. ابو جاسم ترى شباب لا ما اشرب القهوه الصبح اذا مو 5 من هذا دير بالك تقول لي صباح الخير. لا تقول لي صباح الخير لان اقلب المطبخ محل مال قصابه. كفيلك الله لا تجي يمي. لا تجي ولا اشوف تحسب 5 خلصن يلا تجي تقول لي تاج الراس الكعبي. اتصلت علي هاجر وظلينا انا وهاجر ايام وليالي. اهل هاجر يعرفون هاجر لابو شاهين. ابو شاهين الهاجر وهاجر لابو شاهين. ذاك اليوم ادق على هاجر يطلع لي بالالماني دي ان غوفه بها بتا اين مومنت نول زيبن اين دراي وينقطع التليفون يعني الجهاز مغلق. ظل بالك ليش شنو الفيلم. طبيت على الويس اب لقيت الويس اب صاير ابيض. هاجر مسويت البلوك. طبيت على الانستغرام لقيتها مشغله الوضع الهادئ. دخلت هنا بحاله نفسيه مو ابو شاهين اللي ينحط بهيج موقف يا شباب. مو ابو شاهين ابن الناصريه اللي تلفت انتباهه مره وتاخذه من جانب العاطفه. ظليت احارب نفسي انا ذاك. قلت يا بجوز عندها ظرف شي خلك قطع الشك باليقين. زرقت على ولد صاحبي يم البانهوف اسمه كومار افغاني. صحت عليه قلت له ليك كومار تعال. قال شو تريد ابو شاهين هسه اتهم يوميا مشاكل. قلت له جيب لي سيم كارت لا ابلعك الجام مال المحل كله واكسر الجام خانه على راسك. قال بس لا داخل بقصه حب لان من عيونك مبين كلك شر. قال ذن 5 سيم كارتات اخذهن وكفيني شرك. بس احنا نظل طلايب وياك شلون ما نخلص. بنغالي هو الولد افغاني هيك يسوي رات بتك عين بروبلم هيك يسوي. قلت له كفيلك العباس ابو فاضل اهبدك بعجل اطق اذانك دم الله واطلع من حلقك حليب. جيب السيم كارت نغل بوقت العفو من الموجودين. كان يقول لي نامن كاينه بروبلم نامن فم سيم كارت كاينه بروبلم نامن هيك يسوي براسه. وهيك يرجف من عنده باوع على اخو على الكمبيوتر اشل اقول له طي 5 خليه يطلع.
وجبت 5 سيم كارتات، وكل تليفون عندي، كل تليفون ابو الخطين هذا 12، وعندي تليفون ثاني هواوي، كلهن حطيت بيهن ويس اب، وكلهم خليت بيه الرقم هاجر، وطبيت على الويس اب لقيت هاجر اونلاين من الساعة 8 بالليل لل4 الصبح. هنا ارضى طبت بجسمي، لان اكو مقولة العالم النفس سقراط يقول: إذا كان هناك تباعد بين طرفين فاعلم أن الطرف الثالث قد حضر. إذا كان هناك تباعد بين طرفين فاعلم أن الناصح الودود قد حضر. وأنقص شخصية تعرفت عليها بأوروبا الناصح الودود، ودائما يوقع بصدري الناصح الودود. قلت اتصلت عليها رأسا، هي مثل اللي ارتبكت، كان رأسا انقطع باع عليها طفل اونلاين. اتصلت كان دزلها بصمة من واحد من الواتسابات، قلت لها هاجر جاي تحكين ويا واحد ثاني بسيطة. رأسا طفل اونلاين ساعة 7 الصبح، نمت هي تدري بي انا قاعد نمت.